العقار مش سلعة، العقار هو آلة بتدخل دخل بشكل مستمر لو اتعاملنا معاها بشكل مناسب ومظبوط. الناس فاكرة انك تشتري عقار بشكل مظبوط هو ده نهاية القرار، لكن الحقيقة هو ازاي تدير العقار ده صح هو بداية المشوار اللي بيحدد المكسب الحقيقي في النهاية. وعلشان كده هنتكلم مع بعض دلوقتي في التأجير بأنواعه، وهنا أنا بتكلم على الوحدات السكنية. وخلينا نتكلم إن في نوعين رئيسيين للإيجار هما اللي هنتكلم عليهم مع بعض في الفايل ده. أول نوع هو الإيجار طويل المدى، وده المتعارف عليه عند أكتر فئة من الناس مهتمة بالاستثمار العقاري. وببساطة هو إن حد بيأجر مننا العقار بيستخدمه سنة أو اتنين أو تلاتة وبيعيش فيه بشكل مستمر وبيحقق لي دخل مستمر. وتاني نوع هو الإيجار قصير المدى، الإيجار اليومي أو الأسبوعي عن طريق ابلكيشنز زي اير بي ام بي وغيرها. وطبعا كل نوع فيهم ليه مميزاته وليه برضه تحدياته، واحنا هنا بنتكلم مع بعض علشان تعرف المميزات والتحديات لكل نوع فيهم وتفهم ازاي تختار المناسب ليك. هنعرف مع بعض ايه الفرق الحقيقي والجوهري بين الاتنين، وكمان امتى تستخدم كل واحد فيهم، وازاي تدير النوع اللي يناسبك بشكل شخصي، وازاي تحسب العائد المتوقع لكل نوع من الاتنين. وخلينا ندخل في التفاصيل دلوقتي مع بعض. واول نوع هو التأجير طويل المدى، وده بيساوي دخل مستقر وامان بشكل نسبي. خلينا نتكلم على تعريفه ببساطة، هو ان احنا بنأجر الوحدة لفترة بتتراوح من سنة او اتنين او تلاتة بعقد سنوي ثابت. المستأجر بيستخدم الوحدة ويعيش فيها كأنها بيته. اول حاجة بالنسبة للمميزات انه دخل شهري ثابت. تاني حاجة سهولة في الإدارة لأن عدد المستأجرين بيكون أقل على المدى الطويل. كمان مصاريف الصيانة بتكون أقل نتيجة إن مفيش ناس كتير بتتغير في المكان بسرعة. طبعا في عقود واضحة بتحمي الطرفين وبيتناسب مع المناطق السكنية المستقرة. أما نيجي بقى بالنسبة للعيوب أو التحديات، العائد بيكون أقل نسبيا من الإيجار القصير في بعض المناطق، وكمان صعوبة في تغيير السعر أو تعديله في وسط العقد بتاعنا. كمان لو المستأجر سيء ممكن يكون في مشاكل في الالتزام في الدفع أو في الصيانة. النوع ده من التأجير أو الاستثمار بيناسب المستثمر اللي بيدور على استقرار ودخل شهري مستقر، ما عندوش وقت يدير العقار بشكل يومي أو يتابعه بشكل مستمر، والناس اللي عندها وحدات سكنية في أماكن تقليدية مفيش فيها هدف أو حاجة تخلي فيه رجل متغيرة أو طلب على الإيجار السريع. وملحوظة مهمة هنا على الهامش، مش كل منطقة بتصلح للتأجير الطويل. في مناطق ممكن تستهلك فيها الوحدة بدون ما تديك العائد المناسب. وتاني نقطة هنتكلم عليها هي التأجير قصير الأجل أو اليومي أو الشبه يومي أسبوعي، ممكن يوصل لشهر وهكذا. النوع ده من التأجير بيعمل لنا دخل أعلى ولكن بيساوي مجهود أكبر. خلينا نتكلم على تعريفه بشكل سريع. هو تأجير الوحدة لفترات قصيرة من ليلة حتى شهر، والنموذج الأشهر هنا اللي بيحقق الموضوع ده هو ابلكيشن زي اير بي ام بي. المميزات ان العائد اعلى من المتوسط لو في اشغال جيد في المنطقه اللي انت موجود فيها. كمان مرونه في التسعير وتعديل التسعير حسب الموسم او حسب الطلب او حسب الزيادات اللي بتحصل، بتقدر تواكبها بسهوله. كمان عندنا هنا تحكم اعلى في العقار واكتر، تقدر تدخل وتعمل صيانه او تعدل ما بين ضيف والضيف اللي بعده. امكانيه استخدامه الشخصي في وقت الفراغ. العيوب هنا زي ما اتكلمنا ان هو محتاج اداره يوميه تقريبا، استقبال وتنظيف وحجوزات ومتابعه. لو مش معايا حد بيدير الموضوع ده بيستهلك مني وقت. كمان تكاليف الصيانة والنظافة بتكون أعلى من الإيجار الطويل. كمان نسبة الإشغال هنا مش مضمونة، مرتبطة بحاجات خارجية، ممكن تكون مواسم أو حاجات خارجة عن إرادتك أنت أو خارجة عن تصرفك أنت. كمان ممكن تحتاج ترخيص أو موافقة في بعض الأماكن ما بتقدرش تعملها منك لنفسك، لازم ترجع للجهات المتخصصة. النوع ده من التأجير أو الاستثمار بيناسب مين؟ بيناسب مستثمر نشيط أكتف عنده حركة أو
او عنده فريق للاداره او عنده شركه مشتري في مكان فيه شركه بتدير او بتساعده على اداره النوع ده من الاستثمار. كمان بيناسب شخص عنده وحده في منطقه سياحيه او منطقه حيويه او جنب المطار، حاجه عليها الطلب للنوع ده من العقارات، لانه في الغالب بيكون ارخص من الفندق، فبيكون محبب عند ناس كتير اللي بيدور على اقصى استفاده او اقصى عائد من الوحده بتاعته مقابل ان هو يعمل مجهود اعلى، برضو ده بيناسبه. الملحوظه هنا اللي عايزين نتكلم عليها هي ان التأجير القصير مش مجرد فرش لطيف، ده مشروع فندقي صغير. لو ما عندكش الخلفيه عن خدمات الاستضافه الموضوع بيبقى صعب ساعات وبيبقى محتاج اداره، فلو مش هتقدر تعمله بنفسك استعين بمتخصصين يساعدوك في اداره النوع ده من العقار. وابتدى يكون عندنا براندات في مصر بتهتم بالاستثمار ده وبالجانب ده، فدي حاجه نقدر ان احنا نتكلم عليها ان ابتدى يبقى فيها نمو في الوقت الحالي. طيب لو هنعمل مقارنه سريعه بين الاتنين، خلينا نقول ان اول حاجه هنتكلم عليها من حيث العائد، فالتأجير طويل الاجل بيبقى العائد فيه متوسط، اما التأجير قصير الاجل بيكون العائد فيه مرتفع لو نجح الاستثمار بتاعنا. تاني حاجة المجهود، لو بنتكلم على الإيجار طويل الأجل المجهود أقل بكتير، لأن في الإيجار قصير الأجل عندنا مجهود عالي محتاج تعمله علشان تنجح الاستثمار بتاعك. ولو هنتكلم من حيث المخاطر، فلو هنتكلم على التأجير طويل الأجل المخاطر فيه أقل، لأن في الاستثمار أو الإيجار قصير الأجل بيكون محتاج طبعا تشطيب بنوع معين وفرش بنوع معين، فنسبة المخاطرة فيه بتكون أعلى. ولو هنحط في المقارنة بتاعتنا الصيانة، فالتأجير طويل الأجل الصيانة فيه بتكون أقل، وقصير الأجل الصيانة فيه بتكون أعلى. أما بالنسبة لنقطة الإدارة، ففي التأجير قصير الأجل الإدارة فيه مستمرة، تأجير طويل الأجل الإدارة فيه شبه محدودة أو تلقائية مش محتاجة تفاصيل كتير. والنقطة اللي بعد كده هي المرونة في السعر، فبالنسبة للتأجير طويل الأجل بيكون المرونة في السعر محدودة، لأن احنا بنبقى متفقين على مدة سنة أو 2 أو 3. أما بالنسبة للتأجير قصير الأجل المرونة فيه بتكون عالية جدا، لأن انت بتقدر ما بين عميل وعميل أو نزيل ونزيل تغير الأسعار براحتك. والنقطة اللي بعد كده اللي حابين نتكلم عليها هي التراخيص. التأجير طويل الأجل متعارف عليه إن الموضوع بسيط مش محتاج حاجة معقدة. التراخيص في التأجير قصير الأجل اليومي والشهري أحيانا بتكون معقدة، لأنك بترجع للجهات المختصة تاخد منها موافقات مبدئية على انك تعمل النوع ده من الاستثمار. واخر حاجة نتكلم عليها هو مناسب لمين. التأجير طويل الاجل بيكون مناسب للي عايز استقرار اكتر، والتأجير قصير الاجل بيبقى اللي عايز اقصى ربح ولكن عنده الوقت والمجهود اللي هيدير بيه بنفسه. والسؤال دلوقتي ازاي اختار النوع المناسب للعقار بتاعي؟ اول حاجة شوف موقع الوحدة بتاعتك. لو منطقة سكنية عادية هيكون تأجير طويل الأجل أفضل ليك، إنما لو منطقة سياحية أو منطقة راقية في الغالب هيكون التأجير قصير الأجل هو الأفضل. تاني حاجة احسب الوقت اللي هتديه للنوع ده من الاستثمار. لو ما عندكش وقت فطويل الأجل أريح بالنسبة ليك. لو متفرغ أو عندك تيم يساعدك في الجزئية دي قصير الأجل ممكن يكسبك أكتر. وكمان احسب مصاريف الصيانة. قصير الأجل محتاج حد ينظف يستقبل الضيوف يتابع الريفيوهات. طويل الأجل ممكن يحتاج صيانة ولكن بتكون ما بين فترات متباعدة سنة أو سنتين، ما بيبقاش بشكل دوري أو بشكل يومي. كمان محتاج تراجع أو تتابع قوانين المنطقة اللي انت موجود فيها. النهاردة بعض الكومباوندات بتمنع وبتحط قيود على الابليكيشنز اللي زي اير بي ام بي وغيرها. فلو اخترت الايجار اليومي او قصير الاجل دايما شوف المكان اللي انت فيه يسمح بحاجه زي كده ولا لا. كمان اخر حاجه وقبل ده كله محتاج تشوف شخصيتك انت كمستثمر. انت بتحب التفاعل اليومي مع الناس ولا بتحب الاستقرار وما يبقاش فيه متابعه كتير؟ لان ما بتعرف النوع المناسب ليك بتقدر تختار حاجه
تريحك وتحقق منها ارباح اكتر. لان بمنتهى الصراحه على مدار ال10 سنين اللي فاتوا قابلت مستثمرين بيعملوا الاستثمار ده وبيعملوا الاستثمار ده، في هنا ناس عملت نجاح كبير وملحوظ، وفي هنا ناس عملت نجاح كبير وملحوظ. الفرق ما بين اختياراتهم من البدايه لانهم عرفوا ايه اللي بيناسبهم كويس. كمان من البدايه محتاج تحسب العائد المتوقع عند اختيارك نوع معين، لان في بعض الحالات بيكون العائد مش كبير بالدرجه اللي يخليني احط فيها وقت ومجهود اكتر. فلو لقيت ان الافضل ان انا اختار الايجار الطويل في الوقت ده بختاره عن اقتناع، لان في بعض الاحيان ممكن احط وقت ومجهود والاقي ان العائد ما كانش مناسب، ولو كنت اخترت نوع تاني من الاستثمار اسهل كان ساب لي وقت ومجهود استثمرهم في حاجه تانيه. فمن البدايه محتاج ان انا اكون عندي حسبه للار او اي متوقعه هكسب كام، سواء اجرته بشكل طويل الاجل او بشكل قصير الاجل، علشان اقدر احدد المناسب ليا من حيث العائد المتوقع في المستقبل. وقبل ما اختم كلامي معاك حابب اقول لك تابع المواقع اللي بتعمل النوع ده من الاستثمار قبل ما تدخل فيه. بتكلم على اليومي او الشبه يومي اللي هو السريع يعني، علشان اعرف اسعار الوحدات في المنطقة اللي انا عندي فيها عقار، علشان اقدر اقيم الموضوع واتكلم مع الناس اللي بتعمل ايجار طويل او قصير، ممكن السماسرة والمسوقين، علشان اقدر افهم الطلب على المنطقة شكله عامل ازاي اختار المناسب. وكمان في الوقت الحالي في صفحات متخصصة موجودة على النت خاصة بالإيجار اليومي، بتعرض حاجات بقدر إن أنا أتعلم منها وأخد منها أفكار، علشان لو مش عارف أعمل إيه فبنصحك إن أنت تجرب سنة طويل الأجل وبعدها سنة قصير الأجل، وبعدها تقرر إيه النوع اللي ممكن تستمر عليه في المستقبل. وأخيرا لو قررت تستفيد بالاستثمار قصير الأجل والإيجار الشبه يومي، حاول تستعين بشركة متخصصة خاصة بالنوع ده من الاستثمار، لأن لو عندك منتج عقاري أو عندك وحدة عقارية في مكان مميز هتلاقي شركات كتير تساعدك في إدارة النوع ده من الاستثمار. والخلاصة في الكلام اللي احنا قلناه مع بعض دلوقتي هو إن التأجير مش مجرد إيجار وخلاص، التأجير دي استراتيجية للدخل والاستثمار. لازم تبقى داخل وانت حاسب انت هتعمل ايه، علشان قصير الاجل او طويل الاجل كل واحد فيهم ليه وقته وليه ظروفه وليه مكانه، فتعرف الظروف المناسبة لاختيار الاستثمار المناسب اللي انت هتمشي عليه. لان هدفك الاستثماري هو البوصلة اللي هيحدد انت هتمشي ازاي، لان العائد مش كل حاجة. انت محتاج تقرر في البداية ايه نوع الاستثمار المناسب ليك زي ما اتكلمنا، ولو عرفت تجاوب السؤال ده بصدق هتعرف تختار ايه اللي يكسبك وتمشي في الاتجاه المناسب ليك. وساعتها نجاحك بيبقى مسألة وقت، لانك دخلت الموضوع بوعي مش بس بالصدفة والتجربة والحظ. وقبل ما نخلص الفيديو خليني اقول لك كلمتين مهمين جدا. اولا اللي انت شفته دلوقتي ده جزء من كورس كامل اسمه العقارات لغير العقاريين. الكورس معمول مخصوص علشانك، علشان لو كنت عايز تاخد الخطوة الجاية بوعي، او كنت لسه في البداية وما عندكش اي معلومة وعايز تستثمر في العقارات. ولو دي اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك وفولو والحاجات اللي من النوع ده علشان نتابع مع بعض وتشوفني تاني، وكمان تشارك المعلومة دي مع أكتر حد محتاجها، علشان نجاح الكورس ده هو إن يشوفوا أكبر عدد من الناس، وده لو مهتمين إن هم يمتلكوا عقار قريب سواء بغرض السكن أو الاستثمار. وكمان علشان تستفيد من الكورس ده أكبر استفادة بنصحك إنك تشوف الفيديوهات من الأول وبالترتيب، لأن كل جزء فيه بيكمل الجزء اللي قبله ومعمول بتسلسل يخليك تطلع أفضل نسخة منك بتمتلك وعي عقاري حقيقي. الكورس مجاني بالكامل، وده لأن هدفه من البداية هو المنفعة العامة للجميع، وإني أشاركك سنين من الخبرة وخلاصة تجارب حقيقية مش مجرد كلام نظري. لكن الأدوات والاستراتيجيات اللي موجودة في الكورس ساعدتني وساعدت عملاء كتير إن هم يحققوا أهدافهم العقارية. فأهم نصيحة ممكن أقولها لك دلوقتي هي إن
المعلومات لوحدها مش كفاية، والتنفيذ والتجربة العملية وإنك تبدأ تاخد خطوة بنفسك دي أهم حاجة دلوقتي. وده لأن الفرق الحقيقي في القدرة على التنفيذ وإزاي تجرب المعلومة وتطبقها بنفسك وتعيد تجربتها تاني بدون ما تيأس. بنصحك كمان خد نوتس وسجل الملاحظات بتاعتك، وارجع تاني عيد الجزء اللي محتاج تفهمه وتركز في تفاصيله والنقطة اللي انت واقف عندها لو محتاج تأكد على المعلومة. وكمان اسأل وتناقش مع مستثمرين تانيين أو حتى اطلب استشارة لو محتاج مساعدتنا. وأخيرا شارك اللي استفدته في كومنت، وشارك المعلومة دي مع غيرك لو محتاج إن هو يسمعها. وخليك عارف إن معلومة واحدة ممكن تغير حياتك ومستقبلك بالكامل لو فهمتها صح. أنا اسمي أحمد سراج، وده جزء من رحلتك في العقارات لغير العقاريين، ومستنيك في الجزء الجاي من الكورس علشان نكمل مع بعض الرحلة اللي تساعدك تطلع منك أفضل نسخة لمستثمر عقاري ناجح وعارف هو بيعمل ايه.